فيلم ذا بوجيمان من افلام الرعب 2023 اللي انا اتفرجت عليه وهكلمكم عنه وهقول لكم رايي فيه، هل حلو ويستاهل المشاهده ولا لا. واهلا بكم في فيلم فليكس، القناه اللي بنتكلم فيها عن الافلام والمسلسلات والسينما. ورجعت لكم النهارده بمراجعه جديده لفيلم ذا بوجيمان من افلام الرعب الجديده اللي نزلت الفتره الاخيره. هو نزل في شهر 6 في السينمات، لكن انا ما قدرتش اتفرج عليه ونزل مؤخرا في المواقع، فانا هكلمكم عن رايي فيه ومتحمس جدا اقول لكم رايي في الفيلم. بس قبل ما نبتدي طبعا ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتعملوا فولو الاكونت التيك توك بتاعنا، عشان هناك برضو بنعمل اقتراحات افلام وفيديوهات كويسه جدا هتعجبكم. لو شفتوا فيلم ذا بوجيمان اكتبوا لي رايكم فيه، هل عجبكم هل ما عجبكمش كفيلم رعب، ايه رايكم فيه بالظبط. الفيلم بيتكلم معانا عن بنتين اخوات بعد ما بيفقدوا امهم بيضطروا ان هم يتعاملوا طبعا مع المشاكل اللي في حياتهم والصدمات اللي في حياتهم، بس بعد كده بيحسوا ان في كائن غريب في البيت بتاعهم بيكون عايز يموتهم، وهل الناس هتصدقهم ولا لا. اول حاجه كده طبعا انا لما اقول لكم القصه بتاعت الفيلم هتحسوا القصه دي سمعناها كذا مره قبل كده. في روح شريره، في كائن معين في البيت، البيت مسكون، بنحس بقى برعب وبعد كده الناس مش بتصدقنا وهكذا. فممكن تحس لو انا شفت ده كذا مرة قبل كده واتعاملت مع الموضوع ده كتير، ايه الجديد اللي بيقدمه الفيلم ده؟ انا اتفق معاك. الفيلم بصراحة فيه حاجات كتيرة جدا شفناها قبل كده في عالم الرعب، يعني هو فيلم كالوحده هو بصراحة ممتع جدا وحلو وهتكلم اكتر بالتفصيل. بس بداية كده لما نيجي نتكلم عن القصة، هي اعتيادية. طيب ممكن القصة تكون شفناها كذا مرة قبل كده بس الفيلم يحكيها بشكل كويس، مثلا يعمل لها سرد كويس. الفيلم برضو بيضعف في المنطقة دي او في الحتة دي بشكل او باخر، بالذات في الاول. يعني في الاول انا حسيت ان انا بتفرج على فيلم شفته قبل كده. الاحداث بتبتدي الشخصيات مش مصدقة، في طفلة بتتعامل مع يعني كده الأحداث في الأول أو طريقة سرد القصة كانت مملة بالنسبة لي في الأول، وحسيت إن أنا شفت الموضوع ده قبل كده. والإيقاع كمان في الأول بصراحة كان بطيء شوية. احنا مش فاهمين اللي بيحصل بس حاسين ان هو احنا عارفين الموضوع رايح على فين، فالموضوع كان ممل شوية في الأول. مثلا على آخر الفيلم شوية كده لما الأحداث تبتدي توضح، الموضوع بيكون بصراحة ممتع جدا وفي حاجات حلوة قوي. بس حسيت ان اصلا الرحلة للنهاية بتاعت الفيلم ده ما كانتش افضل حاجة. بس اللي مخلي الفيلم ده مختلف وارجحه لبعض الناس الرعب اللي فيه مختلف عن افلام تانية، لان هو هنا عندنا كائن غريب احنا مش عارفين شكله، بس عاملين له ديزاين بشكل كويس جدا، وعلى نهاية الفيلم كده بنبتدي نعرف هو شكله ايه، فالموضوع بيبقى شكله مرعب وشكله مخيف. في فعلا لقطات حلوة جدا مخيفة في الفيلم ده. في الاول كده بيعتمد على ان هو انا مش هوريكم طبعا شكل الكائن ده من اول الفيلم، يعني انت هتكمل الفيلم ليه؟ فهعمل لكم خضات وجامب سكيرز كتيره، وهو ده برضو اللي انا يعني ما حبيتوش قوي، ان كان في جامب سكيرز كتيره قوي في الاول ما بتدكش يعني اللي هو وبعدين. بس الرابع بعد كده بيكون حلو جدا، وبالذات ان الفيلم ده بيعتمد جدا على استخدام الاصوات المختلفه اللي بتحط كده في البيئة المرعبة اللي فيها الشخصيات، وبيستخدم الحاجات المحيطة بيهم عشان يعمل برضو سيكونسز حلوة قوي، فده برضو كان شيء حلو جدا. في برضو احيانا بيبقى فيه لقطات حلوة سينماتوجرافي حلوة. ففي من ناحية التكنيكال، من ناحية التكنولوجية في صناعة الفيلم ده اعتقد ان هو عمل شغل كويس وفي جودة عالية. الممثلين برضو بيأدوا اداء تمثيلي حلو جدا. بس الشخصيات زي ما قلت لكم مكتوبة بشكل اعتيادي جدا. حاجات احنا عارفينها اللي هو الصدمات بقى والمشاكل والحاجات دي. بس في من ناحية الدراما والقصة اللي بيتعامل معاها، طبعا هي قصة محزنة جدا، ففي لحظات منها بتكون حلوة وبتكون متمثلة بشكل كويس. بس في لحظات تانية بتحس بقى اللي هو ده اللي هم الحاجات اللي احنا شفناها قبل كده دي، المشاكل اللي هي شفناها قبل كده دي او الكلام اللي احنا شفناه قبل كده ده. لو شفتوا الفيلم ممكن تفهموا شويه انا جايه منين، بس برضو مع ذلك في لحظات دراميه حلوه جدا برضو انا انبسطت منها في الفيلم ده. بس ففيلم ذا بوجيمان هو فيلم رعب، ارجحه لو انتوا كمان من محبين الرعب قوي. هتشوفوا رعب مختلف، هتشوفوا لقطات مرعبه مختلفه. لكن لو انتوا عايزين فيلم حلو وفيه قصة جديدة، ما اظنش ان الفيلم ده برضو يعني هيلبي الاحتياج ده، مع انه فيلم بصراحة ممتع جدا ومبسوط ان هو كان يعني معمول فيه مجهود. في افلام رعب تانية بصراحة ما بتعملش مجهود قوي في انها تبقى مختلفة او تعمل حاجة جديدة، فده برضو حاجة اقدر اديها للفيلم ده. الفيلم ده لو انا كنت يعني
جربته في السينما اعتقد ان انا كنت هحظى برضو بتجربة اقوى، لان الاصوات والحاجات دي زي ما قلت لكم بتعمل شغل كويس جدا في تدخلك في المود يعني. بس عامة فيلم ذا بوجمان فيلم يعني كويس، اديله 6.5 من 10. لو انت كمان من محبين الرعب اعتقد ان انت هتديله تقييم اعلى من كده. بس ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش انكم تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتكتبوا لي في الكومنتات حابين اتكلم عن ايه الفتره الجايه، في فيلم معين عايزين اتفرج عليه واتكلم عنه. اكتبوا لي في الكومنتات وخلونا نتناقش مع بعض، وما تنسوش تعملوا فولو الاكونت التيك توك. وسلام.